ما هو مش معقول بقى كل ما يحصل معاك مشكلة في اللابتوب أو في الكمبيوتر بتاعك تاخد الكيسة أو تاخد اللابتوب بتاعك وتروح للشركة علشان يبدأ يضبط لك المشكلة ديّة، مع إنها حاجة بسيطة، مشكلة بسيطة ممكن تتحل لو المهندس ده عندك في البيت وشرب معاك الشاي، إنما إحنا ممكن تخلّيه يعمل المشكلة دي يحلها من غير ما يشرب الشاي كمان. طب يحلها إزاي أو يعمل إيه؟ يبقى الطرفين عندهم برنامج AnyDesk، يبقى الطرف المهندس هو عنده برنامج AnyDesk مثلًا وأنت كمان عندك برنامج AnyDesk. طب أنزّله إزاي AnyDesk؟ خُش على جوجل كروم، وعندك هنا في خانة المتصفح هتكتب AnyDesk download AnyDesk زي ما أنت شايف كده AnyDesk download تك عليه enter. تمام، هتخُش على أول اختيار بالنسبة لي أهوّة، وهتيجي هنا على خانة الويندوز خلاص هتختار download now علشان تنزّل برنامج AnyDesk. أنا كنت منزّله قبل كده، فأنت ممكن تعمل له إيه، بدء التحميل هيبدأ يحمّل معاك على طول، هو برنامج خفيف وهتسطّبه بسهولة جدًا ما فيش فيه منه أي مشكلة. يبقى كده أنت الطرف التاني اللي هو المهندس الصيانة اللي هيعمل لك مشكلة يحل لك مشكلة عنده AnyDesk، وأنت كمان بتنزّله أهوّة وهتسطّبه معاك، اعمل له فتح بقى كده خلاص، وهتسطّبه عندك من هنا، وهيبدأ هو يخش يتعامل والأمور هتبقى بسيطة إن شاء الله. ده كده برنامج AnyDesk أهوّة الواجهة الرئيسية بتاعته، أدي كده الأرقام بتاعتك الIP address بتاعك أهوّة أو اليور address بتاعك هنا، هتدّيه لمهندس الشركة أو الصيانة بتاعتك وهو هيبدأ يخش على الجهاز بتاعك يعمل لك اللازم. طيب لو إحنا مثلًا النهارده ده مقفول خلاص مش عارف أجيبه منين؟ أجيبه من هنا، أنت خلاص هتقفل الجلسة دي خلاص، أهوّة accept download ما فيش مشكلة yes، علشان بعد كده إن شاء الله هتفتحه من هنا. هو البرنامج نزل عندك من هنا ده خلاص بقى إيه، مش هنحتاجه بعد كده، إحنا هنشتغل على AnyDesk اللي هو موجود هنا اللي عليه الshortcut بتاعها. تمام، أهوّة install. أنت كده الجلسة بتاعتك مفتوحة، نفس الأرقام، نفس اليور IP address هو بتاعك اللي أنت هتدّيه للمهندس بتاعك، بس. ده الموضوع جدًا وببساطة خالص.